ان خديجة تزوجها محمد على حب كان بينهما، وتقول ان عائشة زوج محمد كانت رئيسة حزب سياسي، وتقول ان الازهر مؤسسة انشأتها الدولة لتنافق الحكام. نشر هذا الكلام اعلام البحرين والكويت، ولقد جاءتني الصحيفة التي نشرت هذا الكلام واسمها صحيفة اخبار الخليج، نشرته في اعمدة طويلة واخذت استمع واكرر، وانا لا اكاد اصدق عقلي ولا اذني. اوصل الهوان بالمسلمين الى هذا الضرب؟ اهن على انفسنا فهن على مثل هذه؟ ماذا جرى للاسلام وماذا حدث للمسلمين؟ وانا لا اريد ان ابكي ولا اتباكى، فان المقام اجل من البكاء، المقام اجل من البكاء واخطر من العويل. لكني وقد طلب مني من ابناء الخليج ان ارد على هذه المفتريات، فسوف افند تلك الترهات وهذه المستعجلات، ولكني قبل ان ارد على تلك الطبيبة اقول لها باعلى صوتي: وهل يضر السحاب لفح الكلاب؟ هل يضر السحاب نفح الكلاب؟ وماذا يصنع نقيق الضفادع على شاطئ بحر داخل خضم؟ اذا سمعت الضفادع ونقيقها على ساحل بحر خضم ذاته، فهل يغير نقيق الضفادع من امواج البحر شيئا؟ ما ضر شمس الضحى، ما ضر شمس الضحى في الافق ساطعة الا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها اذا المزكوم لم يفعل شباها. ما يضر البحر امسى ذاخرا ان رمى فيه غلام بحجر. لو ان غلاما وقف على شاطئ البحر المحيط ورمى البحر بحجر، فهل يسيل دماء البحر؟ لا، البحر هو البحر، والشمس هي الشمس، والورود هي الورود، وحقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للبسطائية. ولكني ابادر حتى ارد على ذوي القلوب المرضى. طبيبة تربت على دماء المساكين في مصر، تربت على حساب مصر المسلمة، وبعدما تربت وحصلت على شهادة الطب لم تجد ما تعاديه، ولم تجد من تعلن الحرب عليه الا الله ورسوله والاسلام. تعالي
تعالي يا طبيبة الى خديجة، تعالي الى خديجة. تتهمين خديجة بانها كانت على علاقة حب مع الرسول. اي حب؟ ان كنت تريدين الحب الذي كتبته في كتابك فهذا لا يليق الا بك انت. اما الحب الذي كان في قلب خديجة فقد احبت في رسول الله امانته وصدقه، احبت اخلاقه، احبت نزاهته، احبت صفاء قلبه، احبت قيمه الاخلاقية ومثله العليا. اتدرين يا طبيبة مصر التي كانت تخرج الدعاء الصادقين اصبحت اليوم تخرج البوم والغربان التي لا تعيش في العمار انما تنعق فوق الاطلال. اتدرين كيف تزوج الرسول بخديجة وكم كانت سنها وكم كان حالها؟ كانت قد تزوجت باثنين من الرجال قبله، مات احدهما بعد الاخر، وكان عندها من العمر 40 عاما، وطرق الكثير من الرجال بابها لتكون لهم زوجة فابت وتأبت واوصدت الابواب في الوجوه. لماذا يا طبيبة مصر؟ لانها رأتهم طلاب مال خديجة، فاذا ما نفد مالها واكلوا لحمها رموا عظامها، لكنها لما علمت بامانة الصادق الامين محمد ارسلت اليه دون سابق معرفة، دون سابق لقاء. لم تكن المسألة يا سعداوي لا اسعد الله حالك، لم تكن العلاقة بين السيد الجليل محمد الصادق الامين وبين العفيفة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، لم تكن العلاقة نظرة فسلاما فكلاما فموعدا فلقاء فشغفا فصداقة فتكيم. لا، ان الرجال العظام لا يعرفون هذه المهاترات، انما يعرفها الاقزام. وهل يستطيع القزم ان يطاول السماء او ان يمد الى الشمس يدا شلاء؟ ان خديجة علمت بانه الصادق الامين فارسلته تاجرا في مالها الى بلاد الشام، وارسلت معه رقيبا هو عبدها ميسرة ليرقب تصرفات محمد في بيعه وشرائه ومعاملاته. وربحت التجارة واشترى محمد بربحها بضاعة من الشام ليبيعها لخديجة في مكة بحساب خديجة. التجارة ربحت، فهل يرجع بالمال كما هو
اشترى بضائع من بلاد الشام لتباع الى مكة، لتباع في مكة لحساب خديجة، وارادت خديجة ان تختبر فيه قناعة نفسه. ما من عميل عاملته الا وسمعت الاجرة مضاعفة. اما السيد الجليل محمد فعندما اعطته الشيء النذير اخذه حمد الله قائلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم مات. ثم اختلت خديجة بصديقة الله تسمى نفيسة بنت منية، بعدما سألت عبدها ميسرة: يا ميسرة كيف حال محمد في معاملاته بالاسواق؟ قال لها: يا سيدتي والله ما كذب وما حلف بالله ابدا وما رفع صوته في السوق ابدا، وان الذي ادهشني وحيرني اننا ونحن راجعون الى مكة والشمس حامية الرصيص في برجها اذا بسحابة تظلل محمدا كلما تولى وحيثما صار. اي غرام بينهما واي عشق. هل دار بينهما قصيدة رجل؟ هل ارسل اليها محمد الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ هل ارسل لها رسالة غرام؟ هل قال لها كما يقول الساقطون في هذا المجتمع وكما يقول باعة الهوى وتجار الغرام؟ هل ارسل اليها رسالة قال لها: يا خديجة قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك؟ ان هذا البذاء لا يعرفه محمد ابدا. العلاقة علاقة امانة وصداقة ومعاملة وتجارة. ميسرة يقول لها: ان الذي حيرني ان سحابة كانت تسير فوق رأس محمد حيثما سار واينما توجه. ورأت العفيفة الطاهرة بفاقد فكرها وصائد رأيها ونفاذ فهمها وعمق بصيرتها ان هذا المخلوق ليس انسانا عاديا. لماذا لا تعرض نفسها عليه؟ لماذا؟ ليكون لها زوجا وتكون له زوجة. لماذا؟ أليست هذه فرصة لا تعوض؟ ألم يقل شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج؟ ألم تقل بنت شعيب: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ لماذا لا تعرض خديجة نفسها بنفسها لتكون زوجا على محمد، لكن لا تكلمه مباشرة؟ فالحياء خلقها والادب عفافها والعفاف زينتها والخلق تاجها. ارسلت اليه صديقتها نفيسة
والرسول عنده من العمر يومها 25 سنة